مين قال إنه الأكل لازم يكون فيها لحمة أو دجاج لحتى تكون طيبة أو حتى مشبعة؟ اليوم رح حضر معكم قلاية البطاطا بصوص البندورة والأجبان، بتنفع لغدا سريع أو حتى لجوع آخر الليل. كل يلي منحتاجه بمقلي على النار، رح أضيف زيت زيتون وبصلة مفرومة ناعم. رح قلب البصل شوي مع زيت الزيتون بس لحتى تدبل شوي. من بعدها رح أضيف فوقهم فلفل مفروم، أنا فرمت أخضر وأصفر، فيكم تكتفوا بس بنوع واحد. رح أقلبهم منيح ورح أضيف حبة من البندورة كمان مفرومة ناعم، ورح أضيف دبس البندورة تقريبا معلقة كبيرة، ورح أضيف معلقة صغيرة من دبس الفلفل. رح أقلبهم مع بعض ومن بعدها رح أضيف التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة. رح أقلبهم شوي مع بعض ورح أضيف ربع كوب من المي وبقلبهم شوي. بهالوقت أنا عندي بطاطا مقطعتها لمكعبات ناعمة وسالقيتها قبل بوقت، والأفضل إنكم ما تسلقوها بشكل كافي، يعني 3/4 الاستوى. رح أقلبهم مع الصوص البندورة ورح أتركهم على النار تقريبا ل10 دقايق ياخدوا من النكهات. هلأ رح أضيف عليهم الجبنة، أنا رح أستخدم جبنة شرائح، جبنة البرجر، رح أنزلها بهي الطريقة، ورح أستخدم جبنة الموزاريلا، رح أوزعها بشكل كافي. هلأ بغطي عليهم وبتركهم بس لحتى تدوب الجبنة عندي، وهيك كان شكلها النهائي. كخطوة اختيارية رح أضيف أوريجانو، بيعطيها نكهة طيبة وبيعطيها شكل حلو. وبس هيك كانت جاهزة معي، ما أخذت وقت كتير بالتحضير وطلعت جدا جدا طيبة وسهلة. جربوها، أنا واثقة إنكم رح تحبوها ورح تعتمدوها. فيكم تاكلوها بالخبزة وفيكم تاكلوها بالشوكة. صحتين.